عسرة كده اي حد محتاج باب وشباك عمولة جاهز خفيف تقيل حلو، اي حاجة تخص الخشب، اوضنهم انتريه صالون، رقمهم موجودة تواصلوا معاهم. شغلهم ما شاء الله في العاشر من رمضان اسمهم مسمع اوي، في العاشر من رمضان شغلهم حلو قوي، ميعادهم مظبوط، تسليمهم كمان في مواعيده، شغلهم زي ما قلت لكم ان هو حلو جدا. ازيكم؟ النهارده هنتكلم عن الحياة 29. هل ال 29 داخل التوكيل دلوقتي ولا خارج التوكيل؟ انا هنا عند صينية الفاصلة اللي على ايد الشمال دوت ال 28، على ايد اليمين ال 30، طبعا ال 29 جوه. ورايا اللي كان في ظهري دوت الحي ال 27 وال 26 وال 31. انا كده يبقى انا كده اول ما دخلت عند الصينية انا كده لسه في الطريق الفاصل، انا هنا فاصل احياء ما بين الحي ال 28 والحي ال 30. هفضل ماشية كده لحد ما ادخل الحي 29. ده كده اتجاه بيدخلني للحي 29. لكن في اتجاه تاني من عند طريق بلبيس الجديد اللي معمول جديد اللي هو عند غرب ال 28 ال 29 بص على الطريق دوت، واللي بيجي من هناك بيجي لل 29 بيدخل على هناك على طول. ده كده هبدأ اخلص اسكان ال 30 اهو هدخل على 29. طيب ال 29 لها 4 مجاورات، مجاورة 1 و2 باصين على الحي ال 30، مجاورة 2 و3 باصين على الحي ال 28، مجاورة 3 و4 باصين على الخدمات الإدارية وعلى الطريق اللي هو في وش الفاصل ما بين غرب ال 28 وال 29. طبعا اكتر الناس المستفيدة من هناك او لما الناس تقول لك لا هناك احسن، هو هناك حلوة قوي، خدمات شغالة، لكن هو بس الاقرب اكتر له ان الناس اللي بتيجي من على طريق بلبيس ده بيبقى حاجة حلوة قوي ليهم. شايفين السيرفيس شغال في الاحياء دي كلها 28 30 29، من اجمل الاحياء على فكرة، احياء شغالة فل يعني. نسبة الإسكان فيها حوالي 70 مثلا إشغالات في هنتكلم عن 30 و 29، لأن ال 28 ما فيهاش إسكان اجتماعي بس إسكانها كتير، لكن اللي بخدمها ال 29 و 30 لأن هما اللي فيهم إسكان اجتماعي زي ما انتم شايفين. فالإسكان الاجتماعي اوريدي على طول بيخلي الأحياء دي تشتغل بسرعة وتبقى حية بسرعة، بيبقى فيها حياة بسرعة، لأن هو أول ما بيسلم أي إسكان اجتماعي لازم يديك معاه خدماته اللي هي وحدة صحية، مدارس ابتدائي واعدادي وثانوي، بيديك سوق، يديك سيرفيس، يديك خدماته. الخدمات بتاعته لازم تكون شغالة حتى لو الاهالي ما بنتش، او حتى لو الاهالي بنت وما سكنتش، لازم خدمات الاسكان تكون كلها شغالة. هنا الفاصل ما بين ال 30 وال 29، على ايد اليمين دوت ال 30 واللي على ايد الشمال الحي 29. لو خدت بالك وحدة صحية في اول ال 29 هي على ايد الشمال، وفي مدرسة وراها، وفي وشنا دي مدرسة كده في ال 8 في ال 28. دي مدرسة كده في ال 28. يبقى خدمات ال 28 سوري في الحي ال 30. المدرسة اللي على ايدي اليمين دي اللي مصورها دي في الحي ال 30، واللي على ايدي الشمال 29. يبقى ايه اللي مشغل الاحياء دي بسرعة وحلوة قوي ونسبة الاسكان كويسة؟ الاسكان بتاعها بتاع الاسكان الاجتماعي كله يعتبر سكن، الاسكان الاجتماعي بتاعها كله يعتبر سكن، فمشى الاحياء دي بسهولة، مشى الحي ال 30 و 29 بسهولة جدا جدا. طيب الحي 29 كان داخل توكيل 10 من رمضان، لكن للأسف لأن هو خلص أقساط من زمان وبنى، ويعني نسبة المباني فيه حلوة وبنى، وكمان ما عادش في فترة سماح في المباني كتير غير بتهيألي سنة ماشي. فهو كان داخل توكيل 10 من رمضان، لكن دلوقتي بعد إلغاء توكيلات ال10 من رمضان التوكيلات اتلغت. هنا الشراء هنا هيكون ازاي؟ الشراء هنا هيكون بعد، الشراء هنا هيكون بعد. أنا هدخل هنا هنشوف فتحة كده وندخل بقى الحي 29 من جوه، لان الناس كتير طلبت 29 لما عملنا فيديو لل 30 وال 28. فساكن وحلو جدا، الاسكان الاجتماعي بتاعهم ساكنين كله، خدماته كلها شغاله، السيرفيس بيدخل جوه كمان الحي 29. يعني وانا بصور شفت سيرفيس لافف في الاسكان الاجتماعي كله، يعني عشان الناس اللي بتبقى في الاسكان الاجتماعي من ورا هنا من عند الاهالي، طب انا عايز اركب سيرفيس، هل انا هضطر اطلع الطريق الرئيسي بره؟ لا طبعا. كده يبقى الجهاز اداك الخدمه بتاعتك ان السيرفيس بيدخل لك جوه الحي بيلف كل الاسكان الاجتماعي. يبقى كده في اهالي مستفيده جدا جدا، احياء في الاهالي مستفيده جدا جدا بالسيرفيس، يعني السيرفيس قاعد بيدخل جوه اصلا، فحيا كمان الاهالي جوه. عشان الناس اللي تبقى تسال دايما هل هروح الاقي اسكان اجتماعي، احنا عايزين نسكن في العاشر مش عارفين بيقولوا صحراء، قال العاشر وادي الصحراء، ما عادش في حاجه اسمها صحراء، ما عادش حاجه في العاشر اسمها صحراء، ده كله 29 لسه كله شغال بسلوك اهو. انا شايفه ان لسه الكهرباء لسه ما شغلتش المحاولات الكبيره بتاعتها دي زي ال8 زي دلوقتي الحي بتاعنا وال28 اشتغل، لان انا شايفه كله لسه شادد عواميد اهوت.
عايزه اقول برضو حاجه مهمه عشان الكهرباء، الناس اللي بتشتغل وما بتعملش ممارسه، او الناس اللي بتبني وما بتعملش ممارسه. الناس اللي بتقعد في البيت بتعمل ممارسه، لكن في ناس بتشتغل في التشطيبات وما بتعملش ممارسه. على فكره ده بيبقى غرامه عليكم كتير. الاحسن ليكم اعملوا ممارسه. لو انت بتشتغلوا بالنهار مفيش مشكله، لكن اول ما تبدا تشطب من البيت من جوه وتظبط مش هيجرى حاجه. حتى لو رحت دفعت شهرين 3 قبل ما تسكن، ممارسه احسن ليك. الممارسه بتبقى سعرها قليل، لان انت بتبقى بس لمبه واحده بس، علشان ما يبقاش عندكم مشاكل بعد كده. في مشاكل كتير بتبقى في الممارسه يا جماعه مع بتوع الكهرباء. بصوا ده النادي بتاع الحي، عاملينه نادي صغنون كده، تدريب بقى كوره، تايكوندو، كاراتيه، اهو بيخدم الحي. دي كلها الخدمات اهيت، خدمات على خدمات الحي اهيت اللي ما بين الاهالي والاسكان الاجتماعي. الحي جميل جدا، نسبة الاسكان فيه حلوة زي ما انتم شايفين، والحي اكتر كمان الاسكان الاجتماعي. خدماتي كلها شغالة، بلاقي سوق، بلاقي مدرسة، بلاقي دروس، بلاقي مدارس، بلاقي كل اللي احنا عايزينه بنلاقيه في الحي. 29 30 28 الاحياء قاعدة شغالة وفل الفل كمان. ده كده الحي من جوه كله. اي حد محتاج باب وشباك، اي حاجه تخص الخشب، رقمهم اهوت في الفيديو، تواصلوا معاهم 01016 1605. اي حد حابب يشطب وعايز اخشاب، عايز حلول باب وشباك، عايز حاجه تقيله وحاجه عموله، حاجه خفيفه، كل حاجه موجوده عندهم. لو حابين تتفرجوا على شغلهم في اخر الفيديو، عشان ما نهدش احط لكم شغلهم في اول في نص الفيديو هنا. جميل الحي، حلو قوي الحي كله. اصلا الحي ما فيهوش غير اسكان اجتماعي و209 و276، ما فيهوش اي حاجه مميزه، ما فيهوش اراضي مميزه. هو الحي 30 ما فيهوش قطع 500 مميز. يعني ايه انا قطع 500 متر؟ في ناس بتسالني العاشر من رمضان، طب انا عايزه ابني. في ناس ما تعرفش المباني في العاشر ازاي، هل هي يعني ادوار معينه؟ ايوه العاشر كلها لا بدروم واربع ادوار، لا 4 ادوار. لكن ما شفتش حد عمل روف، لانه بيتهيألي بيبقى مخالف. لكن لو هتعمل بقى قاعده على السطح ما حدش بيتكلم حاجه، اهم حاجه ما تبنيش فوق. الناس كلها يعتبر انا شايفه ان ما فيش اراضي فاضيه غير قطع تتعدى على الصوابع. كله بدأ يشغل قطعه، لان فاضل سنه واحده بس والجهاز بيبدأ بقى يدي انذارات للي ما بيبنيش. 29 برضو جميل جدا، لما انا صورت 28 شكرت فيه قوي، وال30 قوي. 29 جميل وخدماته شغاله وحلوه قوي. يعني شغاله والناس شغاله وفي روح وفي سكن، شايفين. وزي ما قلت لكم اكتر الاحياء دي اللي بيحييها اكتر الاسكان الاجتماعي، هو اللي بيدي روح اكتر للمكان وللحي. في ناس تقول لك لا انا ما بحبش، انا واحده من الناس ما كنتش بحب الاسكان في يعني مثلا انا بقى شايفه انها مش ميزه قوي. لكن لما قعدت في الحي 15 لما جيت اشتري مشروع، اشتري ارض في وشي اسكان. لكن لما قعدت ولقيت ان خدماتي في الحي 15 كلها شغاله، قلت الاسكان مهم في ال15. لما رحت حي تاني مثلا مفيش اي اسكان اجتماعي وادور فيه على خدمات، مفيش له خدمات. يعني مفيش لسه مدارس اشتغلت ولا اي حاجه اشتغلت فيه لسه. فاهمين قصدي؟ فالاسكان بدي اللي مش حابب بقى اسكان اجتماعي ممكن يدخل جوه الاهالي من جوه، ما ياخدش حاجه في وش الاسكان. رغم ان في ناس بتفضل انها تاخد اراضي في وش الاسكان عشان تفتحها مشاريع. انا هطلع هنا بقى خلاص 29 ونطلع. هتشوفوا هنا في اخر الفيديو كده غرب ال 28 بدأوا ترفيق فيه. غرب ال 28 بدأوا ترفيق فيه. الناس اللي كانوا اتكلموا وقالوا ان وقفوا الترفيق في غرب ال 28 وان التراخيص هتطلع تبع القوات الهندسيه المسلحه، لا مش الحي ال 28 يا جماعه، مش غرب ال 28، هيبقى الحي ال 34 وال 40 41 42. هنعمل فيديو بالكلام ده طبعا كله. بصوا بقى اللي على ايدي اليمين ده كله ال 29، واللي على ايدي الشمال ده كله هتشوفوه دلوقتي. هوريكم غرب ال 28 شغالين في مرافقه ما شاء الله، يعني حاجه حلوه قوي. اتمنى لو استفدتوا منها. حابين تشتروا اي حاجه في العاشر من رمضان كلموني، هتواصلوا معايا. عايزين تشتروا شقه، عايزين تشتروا ارض، عايزين تشتروا بيت، حابين تبيعوا اي قطعه ارض، ممكن نبيعها لكم تبعنا في المكتب. بس الاسعار اليومين دول هاديه جدا، في ركود فظيع في السعر وفي السوق العقاري بالعاشر من رمضان.
اللي على ايدي الشمال دوت غرب ال 28 هنلف له دلوقتي. فانا مش هتكلم بقى كتير، انتوا تتفرجوا على اخر دقيقه كده على غرب ال 28 وشوفوا الدنيا فيها ايه. شايفين المرافق؟ انا عايزه اقول لكم ان انا هنا كده مش عارفه اصور لكم كمان، بس لو يعني انا شايفه من العربيه وانا بصور كده جوه المعدات واللي هي الحاجات اللي بتفحر وتركب وتحط المواسير، يعني في شغل جوه جميل، هو مش باين في الفيديو. حابين تشتروا اي ارض، حابين تبيعوا اي ارض، كلموني. انسب وقت للشراء اليومين دول يا جماعه، خلي بالكم انسب وقت للشراء هو الوقت ده.